لازم الواحد بقى يظبط دماغه ويعدل كده مزاجه قبل اليوم الجامد ده، محشي وبط يعني ما شاء الله اليوم من اوله كده دربكه. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اي حاجه تروقي بيها مزاجك اعمليها. انا فطرت كده مع الولاد ورحت داخله على البلكونه مع نفسي، قلت لهم ابعدوا عني، انتوا سامعين صوت دوشتهم بره؟ ما شاء الله اللهم بارك. قاعدين بيلعبوا بره بيعملوا اللي هم، سبتهم كده شويه لا حد يقول يا ماما ولا اللي يقول لي يا ماما، اقول لهم روحوا في اي حته تانية. الله يهدينا ويهديهم ويصلح حالنا وحالهم وحال اولادنا واولادكم جميعا يا رب. زي ما قلنا هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، شويه شاي كده بالنعناع جنب الزرعتين بتوعي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. هو بس اهم حاجه عند كل واحد بيحب، انا بحب الزرع. انا بالنسبه لي اقعد مع الكام زرعه بتوعي دول احسن ما اقعد مع 100 واحده، مع احترامي لكل الناس ولكل حبايبي ولكل صحابي. بس بجد احنا اتأذينا كتير قوي من ناس كنا حاسبينهم حبايبنا، هم مش حبايبنا، احنا كنا حاسبينهم حبايبنا. لكن كوباية الشاي في القعدة كده الرايقة مع نفسي كده، أستغفر شوية، أذكر ربنا شوية، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية، صلوا على النبي كلكم يا بنات. الدنيا بحالها والله العظيم، ولا قلنا ولا قالوا ولا واحدة يلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. نبدأ بقى أول حاجة في المحشي، التسبيكة الجميلة الحلوة الحمرا بتاعتنا كده، طماطمك حمرا تسبك على الروقان كده وعلى هادي. طماطم مش حمرا حطي معلقتين بابريكا تظبط لك اللون. شويه خضره كده بقى تخرطيهم وتستمتعي بصوت التخريط الجميل وانت قاعده كده جنب باب البلكونه. تطبخي جنب باب البلكونه، لا انا يعني ايه، انا بعد بشرب شاي فقلت اعمل شويه حاجات تانية وانا قاعده كده في الروقان وفي الهدوء. قبل ايه يعني، انا ممكن اكون مخلطه الخضره دي قبل ما اعمل المحشي 3 4 ساعات، بس بالراحه كده. قلت ادخل اعمل شويه الملوخيه واركنهم. عملنا بقى شويه الملوخيه الخضراء بتاعتنا ما شاء الله الجميله. استغلوا يا بنات الملوخيه الخضراء قربت تخلص، والله الواحد في الشتاء، بس الحمد لله في الشتاء في خضار تاني برضو حلو وربنا بيرزقنا بيه. انا بحب التفريزات بس مش لدرجه زي الناس اللي بتفرز كل حاجه، يعني ممكن كيسين 3 من الحاجه وخلاص. ربنا هيبعت لي في موسم التاني خضار تاني، فجسمنا سبحان الله بيستفاد من كل حاجه. بص ملوخيه، صلوا بينا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه تحفه. ولا بقى قصر الكبابجي ولا مش عارفه الحاتي ولا مين، احنا ملوخيتنا بتتحدث عن نفسها ما شاء الله اللهم بارك. البطوطه بقى بتاعتنا كده، جايبه دكر البط ده من البلد اول مره، لا تاني مره اشتري بط، بس المره دي تعتبر اول مره اشتريه لوحدي خالص. فخدت اتخزوقت فيه. هو حلو ما شاء الله وبلدي وجميل، بس كان مليان جذور، عايزه اقول لكم قعدت يجي ساعتين 3 انضف فيه في الجذور اللي فيه دي لما تعبت. ان شاء الله المره الجايه هاخد بالي ان مبقاش فيه جذور، وان شاء الله هكتسب الخبره باذن الله. طبعا ماما هنا الله يبارك فيها يا رب، يبارك لنا في عمرها، اشترت لي هي الكرنب الصبح. انا كنت هشتري كرنب امبارح بس كان عندي ايه زياره للمستشفى مع ايمي. رحنا الزياره ورجعنا، الاول كنت في المستشفى بجيب علاج لبابا، ورجعت على ميعاد خروج المدرسه عند ايمي خدتها ورحنا المستشفى. رجعنا المستشفى الساعه 3، فعايزه اقول لكم من 6 ونص الصبح لحد الساعه 3 العصر وانا بره البيت. فما قدرتش اروح اجيب، ماما قالت لي روح بتوع الكرنب لسه قاعدين، قلت لها انا مش قادره اتحرك. قلت خلاص انا هعمل باميه ولا ملوخيه ولا اي حاجه جنب المحشي، جنب قصدي البطايه وخلاص، وابقى بكره ابقى اجيب كرنبايه واعملها يوم السبت. لقيت بتاع الكرنب سبحان الله، شوفوا الواحد ونيته، بتاع الكرنب يعدي من تحت البيت يقول بلدي يا كرنب. ماما طلعت اشترت ما شاء الله منه كرنب لينا وليها، ولقيتها بتتصل عليا اختي وتقول لي ماما جابت كرنب وسلقته ومجهزهولك. هنا بقى معلش النور كان حطينا الاكل في حته اللمبه باظت فصورت على الكشاف، فسامحوني في الاضاءه دي. ما شاء الله بقى طعم الأكل كان اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحفة تحفة تحفة. البطوطة كده سلقناها واحنا حشينا شوية رز كده بالكبد والقوانص، حمرناها في حتة سمنة بلدي، كانت في منتهى الجمال. أفوتكم بعافية كده إن شاء الله. تصلوا على النبي وتحطوا لايك وتقولوا كومنت كده جميل زي